نايم امبارح الساعة 8:30 عشان خاطر اصحى الفجر وبتاع. هلاقي نفسي صاحي الساعة 12. حول ولا قوة الا بالله. انا هفضل صاحي من اول 12 لحد الساعة 7 الصبح، لحد قصدي الساعة 10. دي أول مرة استشعر دقني في حياتي. إن شاء الله مش آخر مرة يعني. خلاص بقى هنراجع عشان خاطر امتحان الصبح، وأنا متفائل جدا وإن شاء الله خير ومبسوط إن أنا خلاص هخلص، فاهم؟ وأول مادة وبتاع، فالدنيا إيه؟ أنا أصلا بقعد أقول لنفسي اللي هو لو عديت أول مادة بس إن شاء الله اللي جاي كله هيعدي. أهم حاجة أول مادة دي بص تزق كده، تزقها معايا كده، كوباية قهوة والليلة طويلة. كوبايه قهوه في الجون. جروب الدفعه منزل كلام حلو والله. تعالى نقرا كده الكلمتين دول سوا. بيقول لك ايه؟ اتعجب ممن يترك المذاكره اخر ساعات قبل الامتحان بحجه ان الوقت مضى وكان ينبغي عليه المذاكره من اول الفصل، واللي ذاكر ذاكر، وغير ذلك من كلمات جلد الذات المشهوره. يا هذا لو كان امامك قبل الاختبار دقائق لا تعجز. حلو قوي والله. حاول ان تجمع كل طاقتك وتركز فيما تقراه، ربما ياتي سؤال فيما تقراه في هذه الدقائق. كل ساعة ذاكرت فيها شيئا حتما ستجد نتيجة لها. عدد النوايا وابدأ الآن. إن كنت تملك أسبوعا، يوما، ساعة، لا تضيع الوقت فتندم. وتذكر إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فقم واغرس فسيلتك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل واحد فينا عنده فجور وتقوى. وشوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر الفجور الاول قبل التقوى. الفجور اللي هي الصفات الوحشه اللي فيك. فينا ناس بتحسد، فينا ناس عندها شويه حقد على غيرها، فينا ناس عندهم شويه كبر، بقى شايف نفسه على صاحبه او شايف نفسه على غيره، فينا ناس لسانهم وحش، تلاقيه بيشتم، بيقول كلام مش كويس، عنده غيبه ونميمه. كل واحد فينا عنده بعض الفجور. ربنا اللي قال كده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عشان كده وظيفتك في الحياة أصلا إن أنت تستخرج الفجور ديت وتحاول إن أنت تتخلص منها. هتجيب ورقة صغيرة كده وتكتب الفجور بتاعتك إيه، نقاط الضعف بتاعتك إيه، وتحاول تتخلص منها. قد كده. النهارده يوم 10، هذا هو يوم الامتحان. الفجر بيأذن، اروح اجيب حاجه اكلها، بعد كده نصلي الفجر وارجع اكمل ان شاء الله. لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. يا صباح الساعي. الساعه دلوقتي 7، بقى حوالي 3 ساعات على الامتحان. انا رايح اقعد على القهوه اذاكر شويه عشان زهقت من المكتب. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ايه الاخبار؟ لسه صاحي من النوم دلوقتي الساعه 8:30. ما لحقتش اصلي التراويح، يا دوب صليت العشاء وكلت وبتاع. الله المستعان يعني. كل سنه وانتم طيبين. كده نقدر نقول وداعا لإنتي. هو مش وداعا قوي يعني، لسه فاضل امتحان يوم الثلاث عملي، وان شاء الله نكون خلصناه. خد انت هنا دلوقتي. فالحمد لله الامتحان عدى على خير. الدنيا كانت كويسه، اول ورقه كانت حلوه، حليت حلو. الامتحان الثاني برضو بتاع MCQ كان كويس. الحمد لله يعني. فالحمد لله والله، اللهم لك الحمد يا رب. الواحد دايما بيحسبها وبيلاقي الدنيا احسن كتير قوي من ما هو متوقع يعني. الحمد لله. المهم بمناسبه رمضان، ففي حاجه كده كنت عايز اقول لكم عليها، وهي موضوع المسلسلات. كتير مننا بيبقى عايز يتفرج على مسلسلات ويشوف ايه المسلسل الموست كومن او الشائع اكتر او الحاجه الجامده في رمضان عشان يسمعها وبتاع. وفي ناس تانية بتحب ممثلين معينين، فبيشوف هو عمل مسلسل ايه عشان خاطر يتفرج عليه والكلام ده كله. انا عايز اقول لك بص، هو شهر واحد في السنه، شهر رمضان بيجي مره واحده بس في السنه، مش بيجي على طول. فانت حاول تستغل الشهر ده بقدر الامكان في الطاعه بس، واقفل على نفسك، اقفل على نفسك، لان الشهر ده فعلا لو سبت نفسك هتنطلق وهتنفتح والدنيا هتبوظ خالص. الدنيا بره، انا لسه جاي من بره، احنا لسه النهارده ليله 1 رمضان، يعني الدنيا بره بايظه خالص. انا مش عارف هو في ايه. هو انتوا بتيجوا في رمضان وبتبوظوا اكتر، الله المستعان يعني. فاقفل على نفسك،
زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليسعك ايه؟ وليسعك بيتك. يعني خلي بيتك ده هو اللي ايه؟ هو اللي يسعك ان شاء الله. المكتب ده هو اللي هيسعنا كلنا باذن الله. يعني الحاجه ادتني الفانوس ده هديه في اللذيذ. اي حاجه من الحاجه حلوه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ماشي يا استاذ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق.